كلمة كنيسة اتكررت في الكتاب المقدس حوالي 112 مرة، 77 مرة في العهد الجديد و35 مرة في العهد القديم. في البشائر الأربعة جت 3 مرات بس، كلهم في إنجيل متى. مش كده بنسمي إنجيل متى إنجيل الكنيسة. كلمة كنيسة في متى ومرقس ولوقا ويوحنا جت 3 مرات فقط في إنجيل متى. والمرة الوحيدة اللي ذكرت بصيغة أو بضمير الملكية لربنا، على هذه الصخرة أبني كنيستي، متى 16. 3 مرات في إنجيل متى، 18 مرة في سفر أعمال الرسل بيتكلم عن نشأة الكنيسة، 45 مرة في رسائل بولس 14، 4 مرات في الكاسيليكون في 7 رسائل كاسيليكون، و7 مرات في سفر رؤيا اكتب إلى ملاك كنيسة كذا. تاني يبقى كلمة كنيسة اتذكرت 112 مرة في الكتاب، منهم 77 مرة في العهد الجديد، 35 مرة في العهد القديم، ذكرت 3 مرات في إنجيل متى، والمرة الوحيدة بصيغة الملكية كانت في إنجيل إيه؟ متى، فهو إيه؟ إنجيل الكنيسة. لقب وعنوان كنيستنا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. قبطية يعني مصرية. وتلاحظوا إن كنيستنا بتعلن هويتها الوطنية قبل هويتها العقدية. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مش الأرثوذكسية القبطية. القبطية يعني المصرية. كنيستنا كنيسة وطنية 100%، وانتمائنا لبلدنا انتماء قوي جدا. عشان كده الكنيسة بتعلن هويتها الوطنية اللي هي القبطية قبل هويتها الايه؟ العقيدية. كلمة كنيسة 5 حروف. كاف كتاب مقدس، نون نقاوة الإيمان، ينبوع الروح القدس، سين السماء على الأرض، هوية مميزة. دي كنيستنا القبطية. تاني، كاف كتاب مقدس، كل عقائدنا وطقوسنا من الكتاب المقدس. نون نقاوة الإيمان، إيمان نقي كما ترك المسيح للكنيسة. ينبوع ومستودع الروح القدس، المسيح حط في الكنيسة مستودع ينبوع الروح القدس. سين السماء على الأرض، حينما نقف في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. هوية مميزة، أيقونتنا مميزة، ألحاننا مميزة، ملابس إكليروسنا مميزة. طب قبطية. قاف قوية لأنها مروية بالدم والعرق والدموع. بطولة، أثناسيوس بطل الإيمان، ديسكوروس بطل الإيمان، كيرلس الكبير بطولة. قاف قوية، بطولة، طيبة، كنيسة طيبة وشعبها طيب، بيصلوا من أجل المضطهدين، بيصلوا من أجل اللي بيعذبوهم. ينبوع تعزيات، مربوطة تضحيات، الشهداء جميلة. هي دي كنيستنا القبطية الأرثوذكسية.